مبدئيا علشان نبقى متفقين على حاجة، اي اهلاوي عارف ان النادي الاهلي غير اي نادي تاني في العالم، ما بيكونش في قمة عطائه الا لو الماتش صعب واشبه للمستحيل، والعكس للاسف صحيح. لما بيكون الماتش سهل لعبتنا بتتراخى وما بتلعبش بنفس الروح القتالية الا لما بيتصعب، وده ملخص ماتش النهارده. مارتن يول بدأ اللقاء بشريف إكرامي في حراسة المرمى، الجوكر باك يمين، أسدين قصر النيل مدافعين، على الشمال صبري رحيل، في نص الملعب الكابيتانو والمسمار، قدامهم 3، في النص مستر أسيست، على يمينه الغير محظوظ مؤمن زكريا، وعلى شماله رمضاني وصبحي، تحت مهاجم وحيد عمرو جمال. تكملة للي قلناه فوق وبتطبيقه على ماتش النهارده، احنا كسبانين في ماتش الذهاب بتعادل ايجابي بره ارضنا، مما سهل علينا ماتش العوده اللي هو على ارضنا وبين جمهورنا، وده خلانا ننزل الماتش نوعا ما مستريحين او متراخيين. هاجي واحد ويقول لي طب ازاي اتقدمنا 1-0 على ارضنا وبكلامك المفروض الخصم هو اللي يكون اتقدم؟ ببساطه هيكون ردي عليه ان احنا اتقدمنا من ركنيه. يعني ايه؟ يعني من كره ثابته، مش من هجمه منظمه جه منها جول. وغير كده انا شايف ان الفريق اللي احنا كنا بنلعبه ده علاقته بالكره زي علاقه الزمالك بالدوري كده، مالوش فيها، احنا بس اللي اتسهلنا معاه وعملنا منه ند. لما جبنا الجون الاول باحسن عرضيه في تاريخ الجوكر احمد فتحي، واحلى هيد من الكابيتانو حسام غالي، وبتطبيق الكلام اللي قلناه في اول الفيديو، الماتش بقى اسهل ما يكون بالنسبه لينا، وبالتالي اللعيبه تراخت اكتر واكتر، وكانهم ضمنوا التاهل خالص، ما يعرفوش ان اتبقى الشوط التاني كله، ولسه بنقول يا هادي. الهدف ده خلى فريق يانج افريكانز يفتح خطوطه كلها على البحري، لان مفيش اي حاجه يبكي عليها. اي فريق غيرنا في موقف زي ده كان هيستغل النقطه دي بانه يزود فرق الاهداف ويقتل الماتش ويسهل بقيه الماتش علينا. بس ازاي؟ احنا الاهلي، احنا اكبر من كده، احنا لازم نصعب الماتش علشان نكسب في الاخر. دراما يا باشا. اللي متابعني هيفتكر لما قلت على صبري رحيل انه باك شمال تقليدي جدا جدا، قليل قوي او نادرا لما بتلاقيه بيرقص او يصنع هجمه. كل اللي بيعمله انه بياخد الكرة ناحيه الشمال ويعرضها، حتى لو العرضيه دي مش رايحه لحد، حتى لو ملناش مهاجمين اصلا في المنطقه، ملوش دعوه، هو بياخد الكرة ويعرضها وخلاص، وهو هيوجع دماغه ليه؟ الجديد بقى ان صبري رحيل دفاعيا قليل جدا، يعتبر عبء دفاعي. ليه؟ لانه مش بيعرف لا يقطع الكرة ولا حتى يعطل هجمه بفاول. كان نتيجه دوت ان جناح يانج افريكانز شمسوا بكوره غريبه جدا محدش يعملها غير رونالدينيو، بس للاسف انا بقول لكم ان اي لاعب قدام صبري رحيل ممكن يبقى رونالدينيو بكل سهوله، ويقوم معرض الكوره في الوقت اللي دفاعنا كله اتسرق من مهاجم يانج افريكانز، وفي وقت سرحان شريف اكرامي وهوبا النتيجه بقت تعادل 1-1. الماتش ابتدى بعد الدقيقه 66 او بعد جول التعادل بالنسبه للنادي الاهلي، وتحول من الحاله المتراخيه للحاله المفضله للنادي الاهلي ولاعيبته، وهي حاله الضغط النفسي اللي بيكون علينا، ورجعت تاني روح الفانيلا الحمراء للعيبه. وبعد تضييع هجمات كتيره من لعيبتنا وتضييع وقت كتير من لعيبه يانج افريكانز، وبعد انقضاء تقريبا 20 دقيقه، اخيرا نزل العمده متعب الحراس، تميمة حظ جمهور النادي الاهلي، رجل ال90 الاول، البرنس عماد متعب، علشان ينزل معاه امل وذكريات ونوستالجيا حلوه، وكأن القدر بيقول لنا ما تخافوش، احنا الاهلي، احنا اللي بنعيد التاريخ، لا احنا اللي بنصنع التاريخ نفسه. ما اقدرش انكر ان كاهلاوي بتعب قوي في الماتشات اللي بالشكل ده، وباخد الماتش كله على اعصابي، وتأخير المكسب ده بيموتني من كتر القلق، بس برضو ما اقدرش انكر ان طعم المكسب ده احلى من طعم اي مكسب سهل. ولو مش مصدقين اسألوا الاهلاويه. والنبي
عبد الله، يا عبد الله، يا عبد الله، حلوة 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 حلوة، خلصت الكلام، مات الكلام، يا سلام، الله الله عالجول في توقيت روعة وروعة الروعة، يا عالجمال، يا عالجمال يا عبد الله، حلوة حلوة. معلش يا منيش، استحملناك كتير قوي يا منيش، نمت وقمت وقمت ونمت، قلنا ماشي لكن شلنا انت شوية. حلوة 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 حلوة، اشتعلت المدرجات، هدف جميل 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 في وقت القاتل في الدقيقة 95. شيل يا منيش، شيل شوية من علينا يا ابني، اتحرقت أعصابنا. جميلة 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 جميلة، عرضية متقنة من وليد سليمان قوية، نزل لها نزلة روعة الروعة، روعة الروعة، وصدر راسه بمنتهى القوة، تسكن على يمين منيش. الهدف الثاني هدف الإنقاذ. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بخير. حلوة 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 يا عبد الله. كنت هنسى. بالنسبة للقطة بتاعت عماد متعب واللي خلت بعض الناس عايزين يصطادوا في المية العكرة، حابب اقول لهم انتوا مالكم، خليكوا في حالكم، خلينا احنا في فريقنا وخليكم انتم في فريقكم. نجم الماتش جوه الملعب هو الكابيتانو حسام غالي، رقم 14. 14 اللي بجد. بس نجم الماتش الاول هو احنا، جمهور اعظم نادي في الكون، جمهور النادي الاهلي. جمهورنا ده حمانا، عالحلوة والمرة معانا. الجمهور هو الاهلي ولا في غيره يحركني، دايما معاه والاخر الكون، صوته في قلبي مهما يكون.